السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع سوها. هنا درت واحد العرضه الداري وبغيت نشاركها معكم. قلت علاش ما نشاركش معكم اللحم بالبرقوق على طريقتي، كيفاش كنصاوبها باسهل طريقه غير في الكوكوط وكتجي بنينه وكتجي زوينه. وغنشارك معكم حتى الخطوات اللي درت، الحاجات اللي خصكم تسبقوهم باش ما تدركوش في اخر ساعه. دونك كنوريكم حتى الخطوات اللي كنمشي عليهم باش كدوز كلشي بخير وعلى خير وكدوز انت مرتاحه. دونك كيف ما شفتوا هنايا خديت 3 البصيلات و3 ضريسات الثومه، غادي ندوزهم في هذا العشوار هذا، غنطحنهم مزيان. ها هما من بعد ما طحناهم، اولا ممكن انكم تحكوهم غير في الحكاكه الغليظه. دونك كما كتشوفوا هنا خديت كوكوط كبيره، حيت غندير انا تقريبا 4 كيلو ديال اللحم ديال الغنمي كيف ما كنعرفوا كيتجمع. دونك درت تقريبا 4 كيلو ديال اللحم. هنا درت 3 البصلات كيف ما شفتوا، 3 ضروس ديال الثومه، زيت العود اللي استعملت معلقه كبيره من كل حاجه. هنا خرقوم، الابزار، سكنجبير، بودره ديال البصله، شويه ديال القرفه، وجوج معالق كبار ديال راس الحانوت. معلقه كبيره 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 كيف ما قلت لكم، غير القرفه اللي شويه وراس الحانوت جوج معلقات كبار. هنايا خديت الماء كيف ما كتشوفوا باش نحرك الشرموله ديالي مع الماء باش كنخففها. عاد غادي ندهن بها اللحم ديالي. نسيت معلقه ديال هذا ملحه، حتى هي غادي نزيدها من بعد. معلقه كبيره ديال الملحه هنايا خديت. والشرموله ديالي غادي نبقى نزيد الماء شويه بشويه حتى كتولي ماشي سائله وماشي هكا قاصحه باش نقدر ندهنها باللحم. بالطريقه هذه كتجي اللحم كلها مشربه العطريه مزيان. هنا زدت الماء، كتجي كلها مشربه العطريه مزيان، وما كتبقاش العطريه مثلا في واحد البلاصه، ولا كيبقى واحد البلاصه فيها البزار اكثر من الاخرى، بلاصه فيها سكنجبير. كيف ما شفتوا السكنجبير، خرقوم، البزار والبصله، شويه د القرفه، وشويه وجوج معالق ديال هذا راس الحانوت. ما بغاتش تشد ليا هذا راس الحانوت. هنا كيف ما كتشوفوا اللحم الغنمي، هنايا هاد الشحمه ديال الشحمه اللي كتكون غليظه في الضلوع وداكشي خليتها فيه، وغادي نديرها هي اللي نديرها القاع عند البصله باش تلصقات ولا شي حاجه. حنا كنطيبوها على نار مهيله، حتى تلصقات ولا شي حاجه كتلصق هذيك الشحمه، ما كتلصقش لينا اللحم ديالنا مع القاعده الطنجره. دونك كيف ما شفتوا هنا كنحاول نشرملها مزيان وكنحطها بهذيك الطريقه اللي وريتكم. يعني الشحمه هي اللي كنحطها لجهه البصله لتحت بهذه الطريقه هذه. المهم كنحاول نشرملهم. دابا انا هنا شاده التليفون بيد وخدامه بيد، جاتني صعيبه مع اللحم كتزلق ليا من يديا. صافي بهذه الطريقه كنشرملوا اللحم ديالنا. الا بغيتوا انكم تشرملوها بالليل مثلا عاد الصباح طيبوها، كتجي احسن، كتشرب العطريه احسن من انكم تشرملوها في هذيك الساعه. الا ما عندكمش الوقت كتشرملوها في هذيك الساعه. دونك انا هنا اللحم عندي مغسوله مقاده، هنايا شرملتها ودرتها. هذه الشرموله اللي بقات ليا في هذه الطاسه اللي خدمت فيها، غادي ندير فيها الماء، كويس كبير ديال الماء، وهذاك الماء هو اللي غادي نسقي به الطنجره ديالي، ما غنزيدش الماء بزاف. والطريقه ديال الطياب دونك كتسدوا عليها بالكوكوط، كتخليوها حتى كتطلع فيها التصفيره، حتى كتبدا تصفر، وكتنقصوا عليها. دابا انا تقريبا شي 3 ساعات ونص وهي كطيب على نار مهيله شمعه تقريبا، وكتخليوها كطيب. كتجي زوينه، كتشرب وكتجي غزاله، كتجي بحال محمره بحال. دونك كما كتشوفوا هنايا زدت زعفران شعره، وغادي نزيد السمن من الفوق، السمن هذا السمن ديال الطياب. دونك هنايا خديت معلقه كبيره تقريبا ديال السمن، وغادي نسد عليها الكوكوط. صافي. وكيف ما قلت لكم كديروا ليها، كتشعلوا عليها بالنار مجهده متوسطه حتى كتطلع فيها التصفيره. عاد كتنقصوا ليها اقل حاجه ممكنه وكتخليوها 3 ساعات 4 على حسب اللحم اللي عندكم. انا غنمي تقريبا 3 ونص وهي كطيب، 3 ساعات ونص. دونك هنا كيما شفتوا خديت البرقوق، غسلته مزيان ودرت ليه الماء هنا حتى تسلق. صافي تسلق، نقصت الماء، خليت شويه د الماء في القاع ديالو، وغادي نزيد ليه هنايا السكر باش نعسلو. غندير ليه السكر والقرفه. السكر والقرفه، وفي اخر ساعه كتزيدوا شويه ماء زهر حتى كي صافي كيطيب. عاد كتزيدوا شويه ماء زهر. هنايا انا على بكر يعني خليت اللحم ديالي كطيب والبرقوق ديالي كيطيب وداكشي، وجيت نوجد الطبيله ديالي باش كتربحوا الوقت. يعني كيكون عندكم حاجه كتلونسيو حاجه كطيب وكتوجدوا حاجه اخرى باش كتربحوا الوقت. هنايا خديت غير هاد كلينكس هذا درولو، طويته بهذه الطريقه هذه باش نحط الكيسان. وبغيت نشارك معكم هاد الكيسان هادو كنت خديتهم
ما صدقوش هنايا هاد الالوان ديالهم كيتحيدوا، كيبقاو ما هما ملونين ما هما ما كيبغيوش يتحيدوا كاع في خطره، وما كيبغيوش ما كيبقاوش يعني اللون ديالهم مزيان، كيتقشروا شي بلايص كيتقشروا شي بلايص ما كيبقاوش. دونك هذا النوع الكيسان وريتهم لكم باش ما تطيحوش في نفس المشكله، يا اما خديوهم بيضين يا اما خذوا شي نوع اخر. كيف ما شفتوا هنايا اللحم ديالنا طابت بعد 3 ساعات ونص تقريبا وهي كطيب. هنايا قبل ما نحطها شعلت عليها عاوتاني شويه نار قليله، ودرت الطبسيل اللي غادي نحط فيه فوق الطنجره باش كيسخن، باش ملي كنحطوا اللحم ديالنا كيكون الطبسيل سخون وما كتبردش اللحم دغيا. على الطريقه هذه قلت لي لوستي وبقيت كنستعملها، كتجي زوينه خصوصا في الغنمي دغيا كيبرد وداكشي. هنايا هذا البرقوق ديالي من بعد ما تعسل زدت عليه واحد شويه د مزهر، وهذا الزنجلان غادي نزوق به. قليت اللوز حرقته وانا نلوحو داك شويه اللوز اللي كانت عندي سلقته وحرقته ولحته، يعني داكشي علاش ما درت اللوز، وكيدير حتى اللوز مقلي. دونك هادو خديتهم بهذه الطريقه هذه فراشات. صافي مره كنمشي نخدم في الكوزينه شويه عاود كنجي نحيد عليا الحاجات اللي خصني نحيدهم. طبعا اهم حاجه الماء، خصو يكون الماء محطوط حداكم. جبت هنايا الماء ديالي وصافي وغادي يبداو الوجبات. هذه البسطيله ديال الحوت صراحه لوستي اللي صوباتها ماشي انا، وجات بنينه غزاله. دونك بدينا بها هي الاوليه. عاد اللحم بالبرقوق ديالنا، شفتوا معايا اللحم كيفاش كتجي معلكه وكتجي طايبه فتيه غزاله، جات بنينه بهذه الطريقه هذه، بحال طايبه في شي طنجيه ولا طايبه في شي حاجه، كتجي اللحم فتيه حيت عطيناها المهل طابت بالمهل بشويه عليها، ماشي بحال كطيب بكوكوط كتسدي عليها وكتخليها كتصفر، ما كتجيش هكا اللحم مفتيه. دونك كيف ما شفتوا هنايا كندير البرقوق. انا صراحه ما عسلتش البرقوق بزاف حيت كاينين الناس اللي غايتاكلوا معنا فيهم السكر، فما عسلتوش بزاف باش ما يكونش داك اللحم معسله بزاف. دونك كيما كتشوفوا معايا هنايا سليله ديال الخبز واللحم بالبرقوق ديالنا، هنايا زوقتهم بالزنجلان وصافي. وكانت هذه هي الغديوه ديالنا. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.